السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله كامل يلقاكم بخير ومهنيين يا رب العالمين. جبت لكم اليوم وصفة جديدة من اروع ما يكون، وبوراك بالسلق بنين بزاف وسهل التحضير. تبعوا الوصفات للاخير ان شاء الله ويعجبكم حبيباتي. واش راكم حبيباتي؟ واش ديروا في هذا البرد مع الامتحان؟ ربي يوفق وليداتكم كامل وينجحهم لكم ان شاء الله وتفرحوا بيهم ان شاء الله يا رب العالمين. شوفوا اني معاكم ربي سبحانه وفاتحه معاكم في الوصفات. راني ندير لكم وصفات خفيفه ظريفه وبنينه بزاف تساعدكم في هذه الايامات تاع الامتحانات. الاولاد ديروا لهم هكا بوراك تاع السلق صحي، ديروا لهم لي كغاطا كيما هذه الايامات، غير حوايج خفاف. رانا خلينا من الحبوب ومن العجائن ونديروا في حوايج خفاف للاولاد. انا كي كانوا ولادي يقراو ندير لهم هذه الحوايج هذو. ربي يحفظ وليداتكم وينجحهم ان شاء الله يا رب العالمين، ويفرحوكم بالباك، واللي عندهم البيام واللي عندهم السيزيان ربي يفرحكم بيهم. انا جربت الفرحه تاع الولاد تاع النجاح. ربي ان شاء الله يفرحكم بوليداتكم ان شاء الله يا رب العالمين. هنا كيما راكم تشوفوا انا درت لكم طاجين بونارين. حنا هكا نقولوا له ملي كنا نقولوا له طاجين، هذا وصفه قديمه نقولوا له طاجين بونارين. علاه يقولوا له طاجين بونارين؟ انه نطيبوا في المرميطه ونزيدوا نطيبوا في الكوشه، صافي طاجين بونارين هكا يسميوه كيما راكم تشوفوا. ويتسقى بلاصوص يجي بنين بزاف. ايماجيو لاصوص بيضه تسقى بلاصوص ويجي بنين بزاف هذا الطبق. نديرو في رمضان، نديرو هكا نديرو ساير الايام، كل اللي عنده كل يوم عيدو. وهنا البوراك تاع السلق واش نقول لكم، تمنيت تسمعوا هذا القرمشه هذه يجي بنين بزاف بالسلق. تبعوا الوصفات للاخير ان شاء الله راح يعجبوكم. ما تنسونيش بالجام، لظوا لي على هذاك الجام، علاه بخلتوني البنات باش تطلع القناه تاعي شويه تشجعوني نكمل معاكم حبيباتي. ربي يبارك فيكم ان شاء الله يا رب العالمين. ربي يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله. نترحموا على موتانا، ربي يرحم موتانا وموت المسلمين، وربي يشفي كل مريض يا ارحم الراحمين. ويشفيني انا المؤمن يبدا بنفسه، ربي يشفيني ويشفي كل مريض يعاني يا رب العالمين، خاصه مرضى الامراض الخطيره يا رب العالمين. وربي يرزق كل محروم من الذريه، وربي ان شاء الله يحفظ وليداتنا وليدات المؤمنين كامل. هيا البنات نروحوا لطريقه التحضير تاع هذه الوصفات الرائعه، الاكثر من رائعه، رائعين جدا. كما قلت لكم وصفه قديمه نقولوا لها احنا طاجين بونارين. والبوراك تاع السلق الله على طريقتي. واش نقول لكم، كما قلت لكم انا هذه الايام تنشط معاكم، ربي يدوم عليا هذه النعمه تاع النشاط. نروحوا المرميطه تاعي درت فيها واحد 2 مغارف، ما نكثروش ليدام في هذه الوصفه، انه البطاطا راح تتقلى، ما نكثروش بزاف ليدام. هذه الوصفه باش تندار بالصدر تاع الدجاج. الصدر ديروه على حساب افراد العائله تاعي باش يكون كيما نقولوا حنا الكراطه تاعنا مليحه يبان فيها الدجاج. وهنا شوفوا البصل البنات نعت لكم هذا اني راح ندير معاكم هذه التحضيرات تاع رمضان ان شاء الله نكملوا مع الاولاد ونروحوا الوصفات تاع التحضيرات تاع شهر رمضان ان شاء الله يا رب العالمين. ربي يبلغنا رمضان. هنا البصله رحيتها انا نرحي كونتيتي مليحه، ماهوش بزاف ما نديرش بالشهر ولا 15، ندير غير بالسمانه وندير في الكونجيلاتور هكاك جديده بعد البصله وحدها نرحيها ونديرها في لي بواط ونقونجليها ثم كي نحب. مانيش قاعده ولا ما نحبش تكون فيها ريحه البصله، نجبد باطا على حساب واش راح ندير. بغيت بزاف نجبد باطا كبيره، بغيت شويه نجبد شويه، خير ما كل وقت نقشر في البصله ونرحي في البصله. بغيت نخلط فيها الثوم والطماطم تاع الحب، بغيت نرحيها وحدها. هنا درت كيما شفتوا لاصوص ما نحتاجش بزاف. جبدت هذا الطرف تاع البصله ولحت نص مغرف تاع الملح، ماوش نص مغرف، ربع ملح تاع ربع مغرف تاع الملح عفوا. ودرت فلفل الكحل ودرت شويه تاع لاموطارد. هذا ما ندير في لاصوص البيضه. وشوفوا الدجاج تاعي الصدر قسمته على 3 ونحيت شويه راح ندير به السلق.
تبعوا الوصفه تاعي وتشوفوا كيف راح نحضر هذه الوصفه بطريقه سهله وبسيطه، وراني نوضح لكم ان شاء الله تفهموا عليا حبيباتي. هنا جبت المقله تاعي، درت فيها شويه زيت، واحد 5 مغارف تاع الزيت، وقصيت حبه بصل كبيره ديكاري صغار، انا نحب نقصها هكا ما نرحيهاش في الروبو. هذه اللي ندير بها البوراك. ورحيت كما قلت لكم الصدر تاعي كبير كبير بزاف، رحيت منه شويه، واحد قل من ربع، يكون ربع ما تولاتش يعني، بصح نص الكبير درتو في الكراطه تاعي، ونص صغير درتو في البوراك. هنا بعد ما قليت البصل مليح بالزيت برك، ودرت الدجاج ثاني قليته، ودرت الملح والفلفل الكحل، ومن بعد رحت شللت القطه، مش قطه كامله تاع السلق، ولحتها من هذاك الدجاج والبصل، قليتهم مليح. شوفوا البنات كيما نعت لكمش، انا نتمنى نعت لكم كلش بالتدقيق، كلش تشوفوه كيف راني نخدمه. بصح البنات كيما قلت لكم التصوير نعاني منه، ما التصوير ديما نبان، ساعات نبان بكل، ساعات يبان صدري، ساعات تبان كرشي، واش نقول لكم الله المستعان وفراد. المهم نحي هذوك اللقطات يروحوا معاهم اللقطات اللي نصورهم، بالتالي نصور كلش، نصور ادق التفاصيل نصورهم، نقول باش لي البناتي حبيباتي اللي يتعلموا بغاو يتعلموا، درك جاي رمضان، جاي اللي راح يتزوجوا مساكن في الصيف وبغاو يتعلموا الطبخ، يتعلموا صدقوني، يتعلموا عليا، تخدموا خدمه رائعه وطيب بنين بزاف. هنا بعد ما طيبت هذاك الدجاج والبصل، ودرت الملح والفلفل الكحل، ودرت فيه 3 مغارف فرماج تاع الوالده اللي وريته لكم، والسلق صحي كما قلت لكم، هاني نبان، هاني قد ما نحيت قد ما مازلت هاني نبان. هنا ورولي البوراك تاعي عفوا كما راكم تشوفوا، نحط الكونتيتي تاع هذاك الدجاج والسلق والفرماج. الفرماج بغيتو تخلطوه مع الدجاج والسلق والبصل، بغيتو تحطوه هكا الفوق، باك تحطوه طرف هكا طويل على حساب البوراكه تاعكم، هاني الرولي في البوراك تاعي كما قلت لكم. صدقوني حبيباتي نصور كلش ادق التفاصيل، نبغى نمدهم لكم باش تنجح الوصفه وتجي كامله وتجي كما درتوها، تخرج لكم كما نديرها بعد. هاو البوراك تاعنا، الزيت ديما نقول لكم البنات نقصوا الزيت، خليوها تسخن مليح، ومن بعد نقصوا باش ما تلوحوش برك البوراك تاعكم، تشلفوا النار يتحرق هذاك الورقه، مسهلين خفاف يتحرقوا ويقعد لداخل. حنا نطيبوا البوراك تاعنا النار ذاليه، ماهيش قويه، خلاص وماهيش هذيك الناقصه، خلاص باش ما يشربش البوراك تاعنا الزيت. ونطيبوا البوراك تاعنا، نقلبوه. شوفوا البوراك تاعنا هاو يطيب، نقلبوه هكا كيما راكم تشوفوا. ولاصوص تاعي يطيب البنات، لاصوص تاعنا يطيب. البطاطا تاعي حطيتها تقلى، قليو البطاطا رونديلات، قليو البطاطا. هاو البوراك تاعنا طاب، الله واش نقول لكم، مقرمش، جا روعه. كيما قلت لكم هنا نرجعوا للكراطه تاعنا. صدقوني انا قلت لكم صورت كل مرحله، حطيت البطاطا تحت، وفطيت هذاك الدجاج، هاني نوري لكم بيدي، وحطيت هذاك الدجاج كامل، ومن بعد حطيت له الفرماج الوريد كامل ثاني، ومن بعد نروحوا لاصوص. واش ندير فيها لاصوص؟ صفيتها، قسمتها على زوج، شويه درتو فيها البول تاع المرقه تاع الاخر، وشويه حطيته في الغرفيه تاعي هنا في الغميقه هذه الصغيره، وندير فيها البيض على حساب افراد العائله تاعكم. العائله كبيره تحتاج حتى ل7 عظمات، هذه هي العظام، لكن العائله تاعكم صغيره تقدروا ديروا 4 ولا 5 بيضات يكفيو. هنا شوفوا تقدروا ديروا مثلا 3 عظمات، تزيدوا شويه كريم فريش، تزيدوا شويه تاع حليب، وهي ربي ورحمته. شوفوا انا هنا درت 6 بيضات، درت المعدنوس ودرت لاصوص تاعي جات مليحه، مالحه شوي، ما بغيتش نزيد فيها والو، فيها الملح، فيها الفلفل الكحل، فيها زدت غير المعدنوس والبيض، هذا ما كان. نتوما هنا كما قلت لكم تقدروا ديروا شويه حليب ولا كريم فريش، لكن ما درتوش البيض بزاف. نحط هذا الخليط بجهه ونرجع للكراطه تاعي. الكراطه تاعي كما قلت لكم شوفي يبان هنا مليح، البطاطا تحت مقليه رونديلات، ودرت الدجاج كونتيتي هذيك تاع الدجاج فتتها، ودرت فوقها الفرماج.
هذا ما درت الفرماج والده، حنا نحبوا الوليد. نتوما الفرماج اللي عندكم ديروه، هذوك تاع البطاطا تاع النيل ولا تاع البوادن، حتى تاع البوادن او مليح حتى انا نخدم به. عفوا هنا نستف البطاطا تاعي كيما درت لتحت نديرها الفوق، هي الطبقه الاخرى. درت الطبقه لتحت ودرت فوقها الدجاج ودرت فوقها الفرماج، ومن بعد نزيد عليها البطاطا. هاني ستفت البطاطا تاعي مليح ها كيما راكم تشوفوا. ودرك هذيك لاصوص تاعي كيما قلت لكم قسمتها على زوج، ودرت فيها البيض والمعدنوس، ما زدت فيها لا ملح لا فلفل الكحل لا والو، ما نزيد فيها والو. تقدروا تزيدوا كيما قلت لكم الكريم فريش، انا ما بغيتش نزيد فيها هنا. ونسقي الكراطه تاعي كيما راكم تشوفوا، نلوحوا على كل بلايص تاعنا، لازم نسقيوهم بهذا لاصوص والبيض والمعدنوس. ها الطريقه سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله برك دعيوا لي يسهل لي ربي في التصوير باش تشوفوا تعطاكم فاتحه ولا اختكم ولا امكم كيفاه تخدم، واللي هزت عليا حاجه تهزها ان شاء الله وتطيبها وتعطيني دعوه الخير. هذا ما بغيت منكم. ديروا لي برك جام باش يطلع الفيديو تاعي. وها هي كي درك الكوشه تاعي راهي تسخن، ونروح نحط المول تاعي يطيب. شوفوا ما تحتاج تطيب بزاف، البطاطا طايبه، الدجاج طايب، كل شيء طايب غير يشيح هذاك البيض. هذا مكان كي تخرج الكراطه هنا واش نديروا لها؟ هذيك لاصوص اللي نحيناها نزيدوا نسقيو بها هذيك الكراطه تاعنا وهي هكاك سخونه. ها شوفوا البنات الطريقه هنا الحمد لله يا ربي راهي واضحه، الحمد لله الحمد لله راهي واضحه. راني نسقي في هذيك البطاطا تاعنا، نشربوها مليح مليح باش تجي البطاطا تاعنا بنينه وتجي طريه، ما تجيش ناشفه، تجي كي شغل اوملات، ما تجيش هذه، ما تجيش طاجين بونارين، ما تجيش ناشفه. هذه هي الكراطه تاعنا، ان شاء الله يعجبوكم هذه الوصفات. وهذا البوراك تاعنا تاع السلق واش نقول لكم، جا روعه روعه روعه. جربوه، ديروا البصل مليح، ديروا الدجاج، لا عندكم طرف دجاج برك نتوما فريتوا الامر، الدجاج راهو رخيص. ديروا السلق راهم مليح، اللولاد كما قلت لكم ديروا لهم الجي تاع البيطراف اللي درتو لكم هذيك النهار ثاني يوم مليح بزاف بزاف. انا ما يخطيش داري انه لعروستي ربي يشفيها ان شاء الله ويسلك حالها على خير، يا وبنتي عندها لانيمي قاويه قاويه، صدقوني كي نديره لها كيما نقولوا تتحسن بزاف بزاف. ديروا حتى نتوما هاد الحوايج راهم كيما يقول الطبيب راهم واش الدواء هو اللي الدواء، الماكله هي نصف العلاج ولا اكثر كيما يقول الطبيب. يقول كي تاكلوا مليح تعاونوا الدواء باش ينفع فيكم الدواء، عاونوا رواحكم بالماكله والحوايج الصحيين وتعرفوا تستعملوهم. كيما قلت لكم البيطراف مع حبه تفاح وزوج حبات تشينا راه وقتهم، الزروديه وحبه قارص ورحيوهم وعطيوهم الاولاد يشربوا كاس الصباح كاس العشيه. صدقوني تشوفوا النشاط ينظف واش نقول لكم مليح بزاف بزاف بزاف. هذو هما الوصفات تاع فطاكم فتيحه، ان شاء الله يعجبوكم، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. وسمحوني كان شي ما غلط ولا كان شي مازال ما خرجتش على القناه وما قدرتش نكون كما ينبغي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.